من الاخر مع محمد شبانة، وصباحكم دايما زي الفل. النهارده يوم مهم جدا في الدوري المصري. النهارده بقى الجد الجد الجد. اذا كان الجولتين اللي فاتوا كانوا جد، دول هنبدا مرحله جد الجد الجد. الزمالك مع انبي الساعه 5 والاهلي مع بيراميدز الساعه 8. مباراتين. بص، الدعاوي هتشتغل من دلوقتي من الاهلاويه على ماتش انبي والزمالك. اللهم كرر ما حدث في الدور الاول. كل الاهلاويه ورايا امين. اللهم ايقظ الزمالك امام انبي امين. اللهم يعني اجعل النور في اقدام كهربا امين. ده جمهور الاهلي. ماتش الزمالك وانبي مش سهل، بدليل ما حدث المباراه اللي فاتت بين الفرقتين من شهر واحد، وانبي كسب لو تفتكروا. ومكسب انبي اهله لان يبقى من السبعه الكبار، يعني لولا مكسب انبي في هذه المباراه ما كانش بقى من السبعه الكبار، كان ممكن يبقى زد مثلا، خد بالك يعني. وبيراميدز بعد خسارته الماتش اللي فات المعتاده من الزمالك، عايز النهارده يعوض قدام الاهلي. ودي برضو مساله بالنسبه لبيراميدز مهمه جدا جدا. اما الاهلي فلا حل، هو في مرحله اللا حل، مفيش هزار في مرحله اللا هزار. ودي بقى زي ما بقول لكم كده الفرصه، رغم ان بيراميدز على صفحته قال لك جميعا من اجل هدف واحد. معرفش ايه الهدف الواحد لفريق عايز ياخد الدوري، اخر ماتشين خسران 5 بونت، بتعادل وخسران. يعني اول جولتين في السبعه اللي هم بيتنافسوا على لقب الدوري في المجموعه دي، يعني بص ما كسبش. يعني 3 فرق ما كسبوش من السبعه في الجولتين دول، منهم بيراميدز تعادل ماتش وخسر ماتش، خد بالك يعني. وبيراميدز لو النهارده التعادل او خسر من النادي الاهلي هيبقى خلاص تقريبا شبه بيبعد عن التعادل مع المصري، وخسر من الزمالك. فدي مشكله كبيره جدا لبيراميدز. انما الاهلي داخل الماتش ده مفيش هزار. اي نتيجه غير الفوز يبقى ده جيل كله كده على بعضه بيهزر. انا قريت تصريح امبارح الكابتن محمود الخطيب وهو موجود مع اللي بيحتفل بالبنات بتاعه الكره الطايره. بنات الكره الطايره كسبوا كل حاجه، يعني كسبوا 5 بطولات، يعني 5 بطولات، يعني كسبوا كل حاجه. يعني بص، قرموا كل حاجه غير الكوره خالص بصراحه، ما يعملهاش غير بناتها. بس في جمله في هذا اللقاء مع الكابتن محمود الخطيب، قال لك لن يستمر في النادي الاهلي الا من يعرف مكانه النادي الاهلي مهما كان اسمه مين. فالجمله دي لازم تروح تبقى سلوجان كده لفرقه الكوره، ما تتقالش للبنات، دي تروح لفرقه الكوره. لن يكمل، مش هيكمل في النادي الاهلي الا يعرف مكانه الاهلي. مكانه الاهلي ان يبقى بيكسب بالعافيه كل ماتش في اخر ثانيه في اخر دقيقه وخناقه على بينالتي، عمر ما كان الاهلي كده بصراحه يعني. فالنهارده المباراه زي ما بيقولوا كده زي يوم الامتحان، يكرم المرء او يهان. زي ما قلت لكم الاهلي عنده غيابات مهمه جدا. حسين الشحات غايب، محمد الشناوي غايب، في قلق كمان. سيب بقى كريم فؤاد وكل الناس دي مصابه كده كده، لكن انا بتكلم على اللي كان ممكن يفرقوا يعني. في كمان انه في لعيبه في قلق انها تاخد الانذار الثالث، زي محمد هاني الباك رايت، وكوكا اللي هيلعب باك ليفت مكان بالعمري المصاب. مباراة الزمالك الساعة 5 والأهلي الساعة 8. طبعا ما ينفعش دي تتأجل ساعة ولا ساعتين ولا دي تتأخر، لأن في حاجة اسمها حقوق البث والتلفزيون والجماهير والكلام ده كله. طبعا بتوع الزمالك ما بيعرفوش الكلام ده، كده كده الجماهير بتخش مجانا، وما فيش، سيبك من كل الجماهير بتخش دي، كل دول بيخشوا مجانا، وفي الآخر ما فيش إيرادات بتروح لنادي الزمالك من مباريات زي ما حصل السنة اللي فاتت. لعيبة انبي مطالبين ان هم يثبتوا ان هم ينفوا كل الشائعات دي.
احنا عندنا ثقه في لعيبه انبي، احنا عندنا ثقه ان هم ناس هيلعبوا بكل نزاهه وشرف وبكل جديه، بكل جديه يثبتوا ان فريق انبي ده زي ما فاز على الزمالك في الدور الاول هو قادر يفوز عليه في الدور الثاني، مش عشان الاهلي ولا حاجه لا سمح الله، بس عشان هو يثبت ان هو الراجل بيلعب بنزاهه وشرف، ما فيش حاجه اسمها تفويض، لان التراخي واللعب بتراخي هيؤدي ان الناس تفكر ان في تفويض. انا واحد هفكر ان في تفويض ماشي، لان فريق انبي قادر ان هو يفوز على الزمالك، فريق انبي يقدر يفوز على الزمالك زي ما فاز عليه في الدور الاول، وبالتالي هو يقدر يثبت الكلام ده كله في الملعب. طبعا فريق انبي فريق محترم، رئيسه رئيس محترم، واحنا ما بنشككش في نوايا حد خالص خالص، والمدرب استاذ كابتن حمزه الجمل لعيب محترم جدا سابق ومدرب على خلق، واحنا عارفين ان الناس دي هتنزل تاكل النجيله. تمام؟ سيبك بقى من هيصه الجماهير والالاباندا اللي معموله دي كلها والاجنده الاعلاميه الكبيره حوالين الزمالك وجماهيره، دي كل ده فرقعه اعلاميه لا اكتر ولا اقل، مؤازره اعلاميه وجماهير بتخش مجانا وبتجيبوا عيال من على القهاوي يخشوا يتفرجوا ومفيش اي حاجه وممكن ياخدوا فلوس كمان. لكن احنا عندنا ثقه في لاعيبه انبي، وان شاء الله برضو بعدها بالليل نقعد بقى نتفرج على ماتش الاهلي ان شاء الله مع الفريق اللقيط ان شاء الله، ويكون الفوز حليف النادي الاهلي ويقدر يحقق لنا فوز محترم كده، نبدا بدايه استعاده لغه الانتصارات الحقيقيه. كانت البدايه بالماتش بتاع سموحه والفوز بلس 90، نتمنى ان شاء الله تكون بدايه مواصله الانتصارات النادي الاهلي والبدايه الحقيقيه لعوده الانتصارات للنادي الاهلي باذن الله. المباراه هتكون الساعه 8 مباراه الاهلي وبيراميدز. طبعا بيراميدز عامل مكافآت خاصه زي ما عرفنا للمباراه دي، هو ما بيعملش مكافآت لاي مباراه في الدوري هي الا مباراه النادي الاهلي، هو جاي اصلا عايز نفسه ان هو يتعادل عليها او يفوز على الاهلي من ساعه ما بدا في الدوري، لكن الدوري هو مش هياخد وعارف كده كده انه مش هياخد في الدوري. نادي لا ليه في الجماهيريه ولا البطولات، يمكن بطوله دوري ابطال افريقيا دي خدها في غفله من الزمن بس كده عشان الاهلي كان مستواه ما كانش حلو. لكن باذن الله بكره لعيبه النادي الاهلي بغض النظر عن المدرب او وجوده او من عدمه، لعيبه النادي الاهلي هتثبت ان هي لعيبه رجاله، لعيبه قد الملعب وقد البطوله، وان شاء الله يحققوا لنا فوز كويس. مساله بقى الفوز بالبطوله دي حاجه في علم الغيب، انت تعمل اللي عليك تفوز بمبارياتك الاربعه وما تعرفش الغيب او لكن لو قدرت ان انت تفوز على بيراميدز والزمالك هتعمل ضغط على الزمالك كبير، لان بعد ما تفوز على بيراميدز ان شاء الله والزمالك ان شاء الله هيبقى الفرق نقطتين، وبالتالي هتعمل ضغط على الفريق المختلط اللي هو دايما لما بيكون تحت ضغط بيقع، فريق ما عندوش النفس الطويل للبطوله. وانا بقول لك حصلت سنين طويله واكتر من 20-30 مره قبل كده لما بتكون ضاغط عليه بيفقد نقاط. احنا عايزين نوصل للمرحله دي ان شاء الله، مبدئيا ان شاء الله نفوز على بيراميدز، نفوز على المختلط، يبقى ان شاء الله باقي لنا ماتشين وهو باقي لهم ماتشين، ويبقى الضغط بقى ان شاء الله النفسي اتنقل ليهم باذن الله، ونبدا نشوف هنعمل ايه. في كل الاحوال المنافسه ان شاء الله لسه شغاله، بس نبداها ان شاء الله بالفوز بس على بيراميدز، وبعدها يكون لكل حادث حديث. اهم حاجه مباراه بقوه برجوله باصرار بعزيمه، مباراه تليق بالنادي الاهلي. طبعا مهما كان الحضور الجماهيري، انا عارف ان الجماهير النادي الاهلي عليها حظر وممنوعه من الحضور وما بيدهمش ومنعين عنهم التذاكر، وبيقول لهم التذاكر خلصت والتذاكر اتحجزت بحجوزات وهميه، وفي ناس بتحجز حجز وهمي، وفي تعمد لمنع جماهير النادي الاهلي. نتمنى الكلام ده ما ياثرش على اللاعبين جوه الملعب.